هنلاقيها مثلا أسست صندوق بيوظف ميزانيته السنوية اللي هي 1.5 مليون جنيه استرليني لمحاربة الفقر. رولينج كمان مولت جمعيات خيرية كتير، منها جمعية التصلب المتعدد في بريطانيا العظمى، وساهمت في أبحاث تخص المرض ده. ما هو ده المرض اللي أمها كانت بتعاني منه وقلت لكم عليه في أول الحلقة. وما اكتفتش بكده وبس، في 2006 ساهمت بمبلغ كبير عشان تنشئ مركز لعلاج المرض ده اللي بعد كده اتسمى بعيادة آن رولينج. وفي 2010 اتبرعت ب10 مليون جنيه استرليني للمركز في اسكتلندا. والغريب ان البلد دي بتعاني لأسباب مجهولة من أعلى معدلات التصلب المتعدد في العالم. ده غير انها أسست جمعية خيرية خاصة بيها وسمتها لوموس، والجمعية دي معروف انها بتقدم رعاية اجتماعية ودعم أسر ورعاية أطفال. الأعمال الخيرية دي كلها اللي قدمتها رولينج كانت على سبيل المثال مش الحصر. وبما اننا بنتكلم عن كاتبة كبيرة زي جوان، ما نقدرش ما نتكلمش عن علاقتها بالصحافة.